هنعمل النهاردة النوت بوك القمر القطقوطة دي. ألوانها وأشكالها تحفة، الأطفال والكبار هيحبوها، طريقتها سهلة جدا، وكمان هنعملها من ورقة واحدة بس. أول حاجة هنحتاج لورقة A4 عادية، ده ورق طباعة. الخطوة الأولى إن أنا هتني الورقة بالنص كده، وبعدين هفتحها وهاخد طرف الورقة كده وهوصله لحد الخط اللي في النص اللي اتعمل من التانية اللي فاتت، وهتني الورقة، وبعدين هجيب طرف الورقة التاني ده وهوصله برضو لحد الخط اللي في النص وهتني الورقة. وكده بقى قسمت الورقة بطريقة بسيطة ل4 قطع متساويين. دلوقتي هفصل ال4 دول عن بعض، هخلي واحدة كده علشان اوريكم هنعمل ايه. باخد طرف الورقة كده ووصله للطرف التاني وهتني الورقة. هعمل كده مرة كمان، وبس كده. دي كده حجم ورقة النوت بوك. هفتحها بقى علشان هي كده متطبقة جوه بعض وانا مش عايزاها كده، وهبدأ اطبقها من عند نفس التنايات اللي انا كنت عاملاها، لكن المختلف اني هطبقها كده زي المروحة، مرة ناحيتي ومرة الناحية التانية. هعمل بقى ال3 التانيين بنفس الطريقة. ركزوا بقى في الخطوة دي، بصوا معايا كده على بداية ونهاية الورقتين اللي انا بفردهم دول، هنلاقيهم زي بعض بالظبط. فانا هقلب واحدة منهم علشان ما ينفعش يبقوا هما الاتنين في نفس الاتجاه زي كده. هحط بقى على الورقة اللي في الطرف كده صمغ او غيره، وبعدين هدخل الورقة دي في الورقة دي كده، وهي دي الخطوة اللي بسببها خليت الورقتين مش في نفس الاتجاه علشان اعرف ادخلهم في بعض كده. ونفس الموضوع بقى هطبقه مع الورق اللي باقي، يعني هخلي ورقة عكس التانية علشان يدخلوا في بعض زي كده. هحط صمغ برضو على الورقة اللي في الطرف كده، وهثبت الورقة التانية فيها لحد ما اثبت ال4 ورقات كلهم في بعض. ده كده عدد ورقات النوت بوك. ممكن تعملوها من ورقتين A4 لو عاوزين الورق اكتر من كده، لكن هي كده مناسبة جدا. بعد ما جمعت الورق كله كده هفرد الورق وهحط عليه صمغ او غيره، وبعدين هلمه على بعض تاني علشان ألزقه في بعضه، وهتبقى معايا بالشكل ده كده. علشان اعمل الغلاف بقى هحتاج لورقة مقاسها 11 في 15، تنيتها كده بالنص علشان بس احدد النص بتاعها، فعملت تانية صغيرة من الطرف ده وتانية صغيرة من الطرف ده، لكن انا مش قصدي اتنيها ولا حاجة. وبعدين هفتحها تاني وهمسك طرف الورقة كده وهوصله لحد العلامة اللي في النص دي، وهمسك الطرف التاني ده وهوصله برضو لحد النص كده وهتني الورقة. وبعدين هتني طرف الورقة كده لحد فوق، بس مش هوصله لحد الطرف بالظبط اللي فوق، هسيب جزء صغير جدا كده بالنظر زي ما انتوا شايفين كده. يعني الطرفين ما بيبقوش في مستوى واحد، في واحد بيبقى اقصر من التاني بحاجة بسيطة. وبعدين بتني الورقة بقى كويس، وبعدين فتحتها كده وعكستها، خليت الحتة الطويلة هي اللي في ايدي والحتة القصيرة الناحية التانية، وهتني برضو الطرف ده وهوصله لحد فوق كده، بس مش هوصله لحد الطرف بالظبط. هعمل نفس الخطوة اللي فاتت بالظبط، يكون قبل الاخر كده بحاجة بسيطة. انا عملت الخطوات دي علشان اعمل الجزء اللي انتوا شايفينه ده، وهو بالتقريب كده على قد سمك الورق بتاعي، يعني كأني بعمل مكان احط فيه الورق. الجزء الزيادة من الورق ده كده بقى هجيب قلم رصاص وهحدد كده من عند الأطراف بتاعة الورق الأبيض من الناحيتين، يعني كأني باخد المقاس بالظبط. وبعدين بقى هنشيل الورق الأبيض وهبدأ أتني الغلاف بتاعي لجوه كده من عند العلامات اللي أنا أخدتها. هنجيب بقى الورق الأبيض وهاخد أول ورقة كده وهدخلها في المكان ده، هتلاقوا حتة كده زي جيب تقدروا تدخلوا فيها الورقة. ومن الناحية التانية برضو نفس الموضوع، اخدت الورقة الأخيرة ودخلتها في الجيب ده كده من غير أي لزق ولا حاجة، هتثبت. طريقتها بسيطة قوي، بصوا كتكوتة. دلوقتي بقى هزينها في أكتر من اوبشن للتزيين. أنا اخترت أطبع الورقة دي وحطيت لكم فيها أشكال حلوة كتير، أكيد هتلاقوا فيها حاجة تعجبكم. اخترت الشكل ده وقصيته وحطيت عليه صمغ ولزقته في النوت بتاعتي، وطلعت قمر جدا. تاني طريقة ممكن تزينوا بيها انكم ترسموا بنفسكم بالقلم الفلوماستر او بالاقلام الجاف على النوت، او لو حابين الرسومات يبقى شكلها اوضح ممكن تستخدموا الورقة اللي انا استخدمتها. هتلاقوني سايبالكم لينك تحميل الورقة اللي انا استخدمتها في صندوق الوصف علشان لو حابين تحملوها. حطلكم فيها عيون باشكال مختلفة كتير، وممكن بقى ترسموا البق بس بالاقلام الفلوماستر، هيطلع معاكم نفس نتيجة النوتس اللي معايا دي. انا عاملاها بالطريقة دي كده. او ممكن تقصوا العيون والملامح على ورق ابيض مثلا وتلونوه بره وبعد كده تلزقوه على النوت. في كل الاحوال هتطلع معاكم تحفة، هي سهلة ولطيفة وبتهيألي الكبير والصغير هيحتاجها، وممكن بنفس الطريقة تنفذوا مقاسات اكبر. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملولي لايك وشير.